السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نقدمها لكم من خارج الوطن من دولة الهند. نبدأ مع الخبير ماشف كيرباش زدنكي. مساء الخير ماشف زدنكي. كوريرا كوريا زنده है كورهانا. كيها لما تسافر من أرض اليمن شخصين مطيع الحيدري وهيكل نحب أن نطمن عليهم. وهل اهتميتم بهم؟ كيف يفهمونكم وأنتم تترجمون مثل ما البقر؟ जिंदगी हो रमा रुखा रु कनाजिन देखारा बस सिंदूर हारे सिंदूर कलमा दिया हालिया हे कला कला जुंदूरा का कोरिहानी लिकोरी कराबानी जिंदी कला रंजू दे हेर सिंदेरा हेरी कन्ना जुंदीरे हाला रुको जिंदेहा. نعم المترجم أحمد ترجماني. أخي ممكن تترجم لنا إيش يقول هذا المترجم؟ أيوة أخي أسمعك ولكن ترجمة الهنود أسيرش قليلا ولكن والله أنا سأحاول. ولا واحدة بالشاقبين واحدة بالسوم خبرهم أسير يقول لكم بخير وفي صحة وعافية ويوجد لديهم أفضل الدكاترة والمستشفيات وإنهم يعتنون بهم ويوفرون لهم كل شيء، الاستراحة بدل البعض، ويوفروا لهم الهدايا المجانية والإنترنت المجاني الذي سرعته بالثانية 280 ميجا والنت كلها نفس عندنا وأنت قل ها نفس عندنا سرعة النت من يوم الاثنين إلى يوم الاثنين تنزل 250 ميجا. سؤال أخي الكريم، هل أنتم تعبدون البقر والسناجب؟ وهل وافق يبتاع عندكم؟ لأنه عندنا السوق بورا بالكات ونرجع نحمل الطائرة وافق إلى الهند. عندنا موجود بكثرة. कारी का उरेका झंडा कोर के बाजार का झंडा कोर का ना का तेरा डका रुके झंडी कोर के मा देखा झंडी का किनी का रफे झंडी खराब है रुके झंडा घेर के हार किंदे तेरी का बारी कोरी झंडा गेला. على الفعل أيوة. أخي المترجم ممكن تترجم لنا؟ نعم أخي وسأترجم حتى البقر. يقول لك أنهم لا يعبدون البقر ولكن يقدسوها، والبعض يعبدون السناجب، وهناك عبيدات كثير في الهند وفيها المسلمون حوالي 300 مليون مسلم. الآن الهند تتجاوز عددها سكانها 2 مليار. بالنسبة للضفة بالنسبة للضفة يقول لك أنهم ما يريدوا الضفة اليمنيين. الآن البقر حقهم مش مقدسات. نعم ماشي زندقي. ليش أنتم تبالغوا بالكذب؟ شاروخ خان يتعلق بجناح الطائرة وهي تطير بالجو، وأحيانا كان ماشي بطريق القطار. لو شافوا القطار يثبته برجله لما يكلفته. هل هذه القوة تمسحون بمخلفات البقر أو كيف؟ जिंदगी हो रमा रुखा रु कनाजिन देखारा बस सिंदूर हारे सिंदूर कलमा दिया हालिया हे कला कला जुंदूरा का कोरिहानी लिकोरी कराबानी जिंदी कला रंजू दे हेर सिंदेरा हेरी कन्ना जुंदीरे हाला रुको जिंदेहा. على الفعل أيوة. أخي المترجم ممكن تترجم لنا؟ أيوة أخي. يقول لك أخي يقول لك أنهم يحضروا معهم بقرة هي التي تصورهم بتعطيهم القوة الخارقة وهم يعني أي واحد هو ذكاءه اللي يقرب نفسه لا يعني لجنبان بالمضاء حق البقرة وتنفش النفس إلى عينيه فيصبح خارقا